تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية قبل أن يتسببوا في حادثة سير مع دراج للشرطة ويعرضوه للعنف في محاولة لسرقة دراجته النارية. الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن الواقعة تعود إلى الساعات الأولى من صباح الأحد 26 من أكتوبر الجاري، وأن مصالح منطقة أمن أنفا تمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم. وقد أسفرت هذه الأبحاث عن توقيف 3 من بين المشتبه فيهم، بعضهم في حالة تخدير متقدمة مع حجز الدراجات النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال. الموقوفون وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.